في ناس كتير جدا ما بتحبش العرقسوس بسبب ان هم بيعملوه بطريقة غلط اصلا. لو جربتوا الطريقة دي هتحبوا العرقسوس جدا وتستفيدوا بكل الفوائد بتاعته. اهلا بيكم في مطبخ حاجة حلوة. لو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب. هنعمل بقى مع بعض النهاردة كده مشروب رمضاني شهير قوي، فوائده كتير جدا وبيريح الجهاز الهضمي جدا وبيريح المعدة كتير اثناء فترة الصيام. يعني لو خدتوا مثلا كوباية ساعة السحور هترتاحوا جدا 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 من الام المعدة بقى والحموضة والحرقان والحاجات دي خالص طول فترة الصيام. اكيد طبعا عرفتوا بنتكلم عن ايه. العرقسوس حاجة كده ربنا هو اللي خلقها، ما بنحطش عليها سكر ولا اي اضافات خالص. سهلة جدا وبسيطة في العمايل، ما بتاخدش مننا وقت ولا مجهود خالص، وكمان طعمها ونكهتها حلوة جدا. اهم بس حاجة انكم تشتروها من عند عطار كويس، لان لو يعني العرقسوس عامل زي الشاي كده، بيلقط الروايح بسهولة، وكمان ريحته بتبقى نفاذة جدا. فاهم حاجة انكم تجيبوه من عند عطار كويس عشان يكون مضمون وتبقى ريحته كويسة، وكمان عشان ما يبقاش مركون عنده. يلا بينا نبدأ بسرعة ونشوف خطواتنا السهلة جدا اللي هتحسوا ان احنا اصلا مش بنعمل حاجة. اول حاجة دي نص كوباية من العرقسوس اللي احنا بنجيبه من عند العطار زي ما انتم شايفينه كده. هتحطوها في طبق، هنضيف عليها ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا او كربونات الصوديوم. دي مهمة جدا في العرقسوس. اهم حاجة بس ما تكتروهاش، هي ربع معلقة بس عشان ما تمررش، لكن هي بتبقى كويسة جدا لما بتضاف على العرقسوس. بيخلي لون العرقسوس غامق، ما يبقاش لونه كالحان كده، لا بيبقى لونه حلو. بعد كده هنجيب بقى المية ونضيف كده بالتدريج بالراحة خالص ونبسه بايدينا. مش هينفع بالمعلقة، لازم نبس العرقسوس بالمية بايدينا ونقلبه كده ونخلطه كويس. اهم حاجة بس نضيف المية بالتدريج. طبعا يفضل لو هتعملوه انقعوه او كده، او اعملوه وانتوا مش صايمين، لان هو بيطلع منه الريحة بتاعته بتبقى قوية قوي، بتدخل على الصدر يعني. فمعرفش بقى هل مثلا بتخطر او كده. فانا شايفة يعني، او انا لما بحب اعمله دايما بعمله وانا فترة، عشان الريحة دي انا متشككة ان هي ممكن تكون بتفطر يعني. اهو نبسه كده بايدينا كويس. طبعا انا عامله نص كوبايه بس، انتوا لو حابين تزودوا الكميه زودوها. النص كوبايه دي بتعمل معايا الشفشه اللي هو اللي لو انتوا حابين بقى تعملوا كميه اكتر زودوا بقى زي ما انتوا عايزين. انا بس ما بحبش اعمله واركنه كتير في التلاجة، لا انا بحب اعمل يوم بيوم عشان وهو طازه بيبقى طعمه طبعا احلى. بصوا بعد ما اتبس بالميه، شايفين زي ما انتوا شايفينه كده. هنعمل ايه؟ مكان بقى هاوي جنب الشباك في البلكونه، ونسيب الطبق لحد ما يتهوى وينشف خالص خالص، وهتلاقي اللون بتاعه اسود، ما بقاش اللون بتاعه كده، لا هتلاقوا لما بيختمر لونه بيسود ويغمق عن كده. طبعا بياخد في المرحله دي مثلا مش اقل من 6-7 ساعات في مكان هاوي يفضل طبعا، ولو وصلوا شمس يعني يبقى احسن حاجة يعني. هنسيبها وبعد كده هرجع اقول لكم هنعمل ايه. وده اهو شكل العرقسوس بعد ما عدى بالظبط كانت 6 ساعات. شايفين لونه غمق ازاي؟ انا كنت حطاه في الشباك جنب البلكونة عشان يجي عليه الهواء ويبقى ناشف خالص. بصوا بقى ناشف وشرب المية اللي كانت فيه ولونه غمق زي ما انتوا شايفين كده. هو اتعامل معايا. فاضل بس خطوة واحدة بس بسيطة. هنجيب بقى دي انا عندي قطعة كده قماش خفيفة عاملة زي الشاش او اتقل شوية من الشاش. دي انا بستعملها للعرقسوس بس، يعني انا ما بعملش بيها اي حاجة تانية غير انها للعرقسوس بس. لان زي ما قلت لكم قبل كده ان العرقسوس من الحاجات اللي بتلقط الريحة زي الشاي. فمهم جدا انك لما تستخدمي قطعة قماش تستخدميها تكون بتاعة العرقسوس بس، يعني ما تستخدميهاش في اي حاجة تانية خالص، وتكون نظيفة وبتتغسل باستمرار زي ما انتم شايفين كده. هي دي اللي انا بستعملها للعرقسوس عندي. ده بيكون بالنسبة لي افضل من ان انا احط العرقسوس في المية على طول، لا ده بيبقى مش حلو، بينزل شوائب فيه كتير. لا انا بحطه في الشاشة دي وبحط الشاشة جوه المية، بيطلع لي العرقسوس نقي جدا ما فيهوش اي شوائب خالص وبيبقى طعمه حلو جدا. يلا مع بعض نكمل باقي خطواتنا. هنجيب اهي قطعة القماش بتاعتنا وبنفضي فيها
العرقسوس بتاعنا كده كله اهو. خلاص كده زي ما قلت لكم الكميه اللي احنا عاملينها دي بتكفي لتر ميه، يعني لو عايزين تزودوا بتزودوا بقى على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. وهنضم كده الشاشه بتاعتنا ونعقدها عقده كده بسيطه، نقفلها يعني اهي كده. بصوا هي بقت بالمنظر ده كده. وبنجيب بقى الميه بتاعتنا وبنحطها جواها ونزقها كده. طبعا هنسيبها شويه. اول ما القماشه او الشاشه بتاعتنا دي هتتبل ميه هيبدا العرقسوس ينزل الخلاصه بتاعته. بس اهم حاجه لازم القماشه تتبل. شايفين لون الميه بدا يتغير اهو، شايفين؟ واحده واحده هتلاقوا العرقسوس بينزل الخلاصه بتاعته. بس بنسيبها ايه يعني، محتاجين مثلا ان احنا نسيبها في المية ساعة بالكتير قوي يعني عشان العرقسوس يكون منقوع في المية. وبعد كده نبدأ ان احنا نصبه على طول من الشفشق. شايفين كل ما بيقعد اكتر بيعمل لون اكتر في المية وبينزل الخلاصة بتاعته اكتر. احنا هنسيبه لمدة ساعة عشان ينزل الخلاصة بتاعته كلها، وبعد كده هنصبها على طول ان شاء الله. وده شكل العرقسوس بتاعنا بعد ما سبناه لمدة ساعة بالظبط في المية بتاعته. شايفين لونه بقى غامق خالص ازاي؟ شايفين؟ عايزة اقول لكم شكله مثالي وطعمه تحفة، هيعجبكم جدا. جربوا الطريقة دي. في ناس كتير جدا ما بتحبش العرقسوس بسبب ان هم بيعملوه بطريقة غلط اصلا. لو جربتوا الطريقة دي هتحبوا العرقسوس جدا وتستفيدوا بكل الفوائد بتاعته. دي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. بالهنا والشفا، كل سنة وانتم طيبين.